أهلا بيكم يا ولاد. أنا مستر ريمون حنا، والنهاردة مع بعض هنحل الامتحان التامن اللي موجود في صفحة 40 من كتاب المعاصر، المراجعة النهائية Final Revision. تعالوا مع بعض نبتدي نحل السؤال الأول. هقول لكم قطعة بالإنجليزي تسمعوها بس وتترجموها في دماغكم كويس قوي، ونبتدي نحل عليها الأسئلة. تعالوا نسمع مع بعض. A pelican and bear. A pelican and bear are in the river. Are in the river. They are hungry. They are hungry. They saw juicy fish. They saw juicy fish. The pelican wants to take it. The pelican wants to take it. The bear is surprised and angry. The bear is surprised and angry. The pelican looks scared. The pelican looks scared. The pelican says sadly. The pelican says sadly, I am sorry. I am sorry. The bear is bigger and stronger. The bear is bigger and stronger. تعالوا بقى نترجم يا ولاد. Pelican and bear. Pelican يعني البجعة والدب. are in the river يعني في النهر. They are hungry يعني هم كانوا جعانين. They saw يعني هم شافوا juicy fish. fish يعني سمكة، والجوسي لما نيجي نوصف حاجة بجوسي، جوسي زي delicious كده، لذيذة، شكلها حلو، شكلها يبدو لذيذ. juicy fish سمكة كده شكلها طعمها لذيذ. The pelican البجعة wants to take it يعني كانت عايزة تاخدها. The bear is surprised and angry يعني الدب اتفاجئ وكان غضبان. The pelican looks scared يعني البجعة بصت له كده وهي خايفة. The pelican says sadly يعني البجعة قالت وهي حزينة. sadly يعني وهي حزينة أو بصوت حزين. I am sorry يعني أنا أسفة. The bear يعني الدب is bigger الدب كان أكبر and stronger وكان أقوى. تعالوا بقى نبتدي نحل الأسئلة. نبتدي بالجملة number 1. بيقول لي إيه and bear والدب are in the river بيكونوا في النهر. هو ايه والدب كانوا في النهر؟ يا ترى lizard يعني السحلية، ولا pelican البجعة، ولا tiger يعني النمر، ولا lion الأسد؟ طبعا pelican. يبقى نكتب كلمة pelican and bear are in the river البجعة والدب بيكونوا في النهر. نيجي للجملة number 2. they are هم كانوا ايه؟ hungry جعانين، ولا happy فرحانين، ولا thirsty عطشانين، ولا sad يعني زعلانين؟ طبعا هم كانوا hungry جعانين. they are hungry هم كانوا جعانين. نيجي للجملة number 3. they saw هم شافوا juicy ايه؟ juicy حاجة شكلها لذيذ. ايه اللي شافوا حاجة كده شكلها لذيذ؟ meal يعني وجبة شكلها لذيذ، ولا قطة، ولا fish سمكة، ولا fruit فاكهة؟ طبعا هم شافوا juicy fish سمكة شكلها لذيذ. they saw juicy fish.
طب نيجي للجملة نمبر 4. the bear الدب is ايه؟ الدب بيكون ايه and stronger واقوى. هو الدب كان ايه وكان اقوى؟ طبعا الدب كان bigger كان اكبر واقوى. تاني كلمة في الاختيارات يبقى the bear is bigger كان اكبر and stronger واقوى. طب اول كلمة عندي في الاختيارات ايه؟ smaller يعني اصغر، ولا bigger اكبر، ولا shorter يعني اقصر، ولا taller يعني اطول؟ طبعا الكلمة الصح هي كلمة bigger. the bear الدب is bigger اكبر and stronger واقوى. تعالوا بقى يا شباب نحل السؤال التاني. نبتدي بالجملة نمبر 1. I am يعني أنا إيه of my father أبويا. my father أبويا. because عشان he could هو قدر أو هو استطاع save the child يعني الطفل. save بقى يا ولاد بمعنى ينقذ save يعني ينقذ. وسيف ليها معاني تانية، ليها معنى تاني اسمه يحافظ على. ولو جت بعديها فلوس save money بمعنى توفر الفلوس أو يوفر الفلوس. يبقى save بمعنى ينقذ، وسيف بمعنى يحافظ على، وسيف بمعنى تاني بمعنى يوفر. تمام. يبقى save the child يعني أنقذ الطفل. save the child يعني أنقذ الطفل. I am بقى إيه؟ هو لما أبويا لما استطاع أو قدر إن هو ينقذ الطفل، يبقى أنا إيه؟ I am proud يعني أنا فخور بأبويا، ولا I am angry أنا غضبان بأبويا، ولا I am worried يعني قلقان، يعني قلقان، ولا I am sad أنا حزين؟ طبعا I am proud أنا فخور of my father. I am proud of my father أنا فخور بأبويا because عشان he could هو قدر أو هو استطاع save the child ينقذ الطفل. نيجي للجملة number 2. in يعني في ايه؟ someone يعني شخص ما tries بيحاول to win يعني يفوز. هي ايه للحاجة اللي فيها شخص ما tries to win بيحاول يفوز؟ في البالس يعني القصر، ولا الكومبيتيشن المسابقة، ولا germination يعني عملية التنبيت، ولا life cycle يعني دورة الحياة. دورة الحياة. طبعا الكومبيتيشن. في الكومبيتيشن في المسابقة someone شخص ما tries to win بيحاول يفوز. in competition someone tries to win. وعموما يا ولاد لو شفتوا كلمة win حطوا على طول competition، ولو شفتوا كلمة competition حطوا كلمة win. تمام. يبقى in competition someone tries to win. نيجي للجملة نمبر 3. بيقول لي نقط grow يعني تنمو أو يزرع. grow يعني يزرع. vegetables الخضار for us يعني لأجلنا. to eat يعني عشان ناكل. هو مين اللي بيزرع الخضار لأجلنا عشان ناكل؟ الانجينيرز يعني المهندسين، ولا farmers الفلاحين، ولا doctors الدكاترة، ولا vets الدكاترة البيطريين اللي بيعالجوا الحيوانات؟ طبعا farmers. يبقى اكتب كلمة farmers grow vegetables الفلاحين بيزرعوا الخضار for us لأجلنا to eat عشان ناكل. نيجي للجملة نمبر 4. احنا plant. بصوا بقى يا ولاد كلمة plant ليها معنيين، كلمة يزرع وكلمة نبات. يبقى plant كلمة يزرع معناها يزرع، وكلمة نبات plant يبقى احنا نزرع
seed البذرة and the plant يبقى plant هنا بمعنى النبات، والنبات grows يعني بينمو، يبقى grows ليها كمان معنيين، معنى برضو يزرع ومعنى ينمو، يبقى هنا جاية بمعنى ينمو. the plant grows النبات بينمو، يبقى we plant احنا بنزرع البذرة and the plant grow والنبات بينمو. that is هذا أو هذه is called تدعى أو تسمى. العملية دي بقى بنسميها إيه؟ information معلومات ولا germination عملية التنبيت ولا fraction يعني عملية تكسير، friction عملية تكسير، ولا cutting تقطيع، cutting يعني تقطيع. طبعا لما بنزرع النبات، لما بنزرع البذرة والبذرة بتنمو، العملية دي called بتسمى germination يعني عملية تنبيت، عملية تنبيت. يبقى we plant seed احنا بنزرع البذرة and the plant grows والنبات بينمو، العملية دي called تسمى germination. تعالوا بقى يا شباب نحل السؤال الثالث. بيديني 5 كلمات، عايز نحط 4 كلمات منهم بس في النقط اللي موجودة في القطعة اللي قدامي. أول كلمة عندي exercise يعني تمارين، exercise يعني تمارين. wake أول ما تشوفوا كلمة wake يا ولاد دايما بيتحط وراها كلمة up. wake up يعني يستيقظ. أول ما تشوفوا كلمة wake دايما دوروا على كلمة up بعديها، يبقى wake up يعني يستيقظ. كلمة heavy يعني تقيل، تقيل. mechanics يعني الميكانيكيين، عارف الميكانيكي جمعها ميكانيكيون، الميكانيكية يعني mechanics. mail carriers يعني ساعي البريد. تعالوا بقى نقرا القطعة. my father أبويا بيكون mail carrier ساعي بريد. نقط are outside بيكونوا outside يعني برا كل اليوم. هما مين اللي بيكونوا برا طول اليوم؟ يبقى الميل كاريرز ساعات البريد بالجمع، يبقى mail carriers are outside all day طول اليوم. This is great هذا بيكون great عظيم، يعني عظيم. when يعني عندما the weather يعني الطقس is good بيكون كويس، يعني ده بيكون عظيم لما بيكون الطقس كويس. ولكن it's not fun انه لم يكون كويس او حاجة حلوة، يعني fun حاجة حلوة. when عندما the weather الطقس is بيكون very hot يعني حر جدا or او cold برد، يبقى لما ما بتكونش حاجة كويسة لما بيكون الطقس حار جدا او برد جدا. very hot يعني حر جدا or cold يعني برد جدا. mail carriers يعني ساعات البريد. walk يعني بيمشوا all day طول اليوم او كل اليوم. and get ويحصلوا على a lot of الكثير من ايه؟ هو لما ساعي البريد بيمشي طول اليوم يبقى هو كده بيحصل على الكثير من ايه؟ الاكسرسايز التمارين. a lot of exercise ايه؟ exercise. طيب الجملة اللي بعديها being يعني شخصية يعني شخصية الميل كارير is not easy job يعني ليست وظيفة سهلة. being ممكن نترجمها يا ولاد شخصية أو كونك ساعي بريد is not easy job يعني ليست وظيفة سهلة، بس الأحسن إن احنا نترجمها شخصية
being شخصية male career شخصية ساعي البريد is not easy job ليست وظيفة سهلة. الجملة اللي بعديها mail يعني البريد bag شنطة البريد mail bag يعني شنطة البريد is بتكون very ايه هي شنطة البريد الشنطة اللي بيبقى شايلها ساعي البريد عليه بتكون ايه اكيد بتكون تقيلة جدا عشان بيبقى فيها جوابات كتيرة يبقى very heavy يعني تقيلة جدا. الجملة اللي بعديها another يعني الآخر another bad things يعني الشيء السيء الآخر is بيكون that they up very early هما ايه الصبح بدري لقينا كلمة up اهي يبقى حط wake يبقى هما بيصحوا الصبح بدري ودي الحاجة الوحشة ان هما بيصحوا الصبح بدري جدا يبقى they wake up هما بيصحوا بدري very early الصبح بدري جدا يعني. تعالوا بقى يا شباب للسؤال الرابع سؤال القطعة تعالوا نقرا مع بعض. عماد يعني عماد lives in a house بيعيش في منزل near بالقرب من the Nile بالقرب من النيل يعني عماد بيعيش في منزل بالقرب من النيل. one day يعني في يوم من الأيام one day تعبير كده على بعضيه معناه في يوم من الأيام هو كان watching يشاهد the boats المراكب boats يعني المراكب suddenly فجأة boat stopped يعني في مركب توقفت near him بالقرب منه. small child يعني ولد صغير fell يعني سقط into في داخل the river النهر. small child fell into the river يعني ولد صغير أو طفل صغير سقط في داخل النهر. that child يعني الطفل shouted يعني صرخ بصوت عالي. The child shouted يعني الطفل صرخ بصوت عالي. Please help me يعني من فضلك ساعدني يعني هو صرخ وقال من فضلك ساعدني. الجملة اللي بعديها عماد يعني عماد called يعني ايه called يعني نده على وليها معنى تاني بمعنى تسمى بكذا يعني called ليها معنيين اما نده على يعني واحد بينده على او ليها معنى تاني تسمى كذا ماشي يعني تسمى او تدعى. هنا في الجملة دي معناها ايه نده على عماد called يعني عماد نده على his dad يعني ابوه. الجملة اللي بعديها عماد's dad يعني ابو عماد saw يعني شاف the child الطفل and jumped يعني نط into the river يعني في داخل النهر يعني ابو عماد شاف الطفل ونط في داخل النهر. he يعني هو swam يعني قاعد يعوم and saved the child يعني أنقذ الطفل. هو يعني الذي said قال thank you very much يعني شكرا ليك جدا أو شكرا ليك جزيلا. عماد was very happy يعني عماد كان سعيد جدا ولكن he also هو أيضا decided قرر to learn أن يتعلم how to swim
كيف أن يسبح أو كيف يعوم. يعني هو قرر إنه يتعلم كيف يعوم، يعني إزاي يعوم. swim يعني يعوم. ماشي، تعالوا بقى نحل السؤال الأول. نبتدي بالجملة نمبر 1. small child الطفل الصغير fell into سقط في داخل ايه؟ sea البحر، ولا ocean المحيط، ocean يعني المحيط، ولا lake البحيرة، lake البحيرة، ولا river النهر. طبعا small child fell into the river الطفل الصغير سقط في داخل النهر. طب الجملة نمبر 2. the underlined word the underlined word الكلمة اللي تحتها خط اللي هي ايه؟ shouted 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 يعني صرخ، shouted يعني صرخ. means تعني او معناها ايه؟ to speak ان يتكلم، معناها ان يتكلم ايه؟ loudly 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 يعني بصوت عالي، ولا slowly slowly يعني ببطء، ولا quietly 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 يعني بهدوء، ولا happily happily يعني بسعادة، happily يعني بسعادة. طبعا shouted shouted يعني صرخ، وصرخ يعني ايه؟ يعني اتكلم بصوت عالي. loudly يعني speak loudly speak loudly، يبقى اختار كلمة loudly. طيب نيجي للجملة نمبر 3. بيقول لي summarize 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 يعني لخص the text the text يعني النص اللي احنا قريناه دوت. summarize the text يعني لخص النص اللي احنا قريناه دوت في one sentence one sentence يعني في جملة واحدة. لخص للنص اللي احنا قريناه ده في جملة واحدة. طبعا احنا لما نيجي نختار جملة، لما نيجي نلخص اي قطعة لازم نختار جملة من النص، يعني نحاول ناخدها من النص. طبعا احنا هناخد ايه؟ الطفل الصغير سقط في داخل النهر، هي دي الجملة هنلاقيها موجودة في القطعة. small child الطفل الصغير fell into the river سقط في داخل النهر، هي دي الجملة تلخص لي كل الموضوع. small child fell into the river الطفل الصغير سقط فين؟ في النهر. وممكن نقول جملة تانية، ممكن نقول مثلا نقول أبو عماد أنقذ الطفل. Ahmad's dad saved the child. أبو عماد أنقذ الطفل، يعني ممكن نجيب دي وممكن نجيب دي. طب نيجي للجملة الرابعة. what يعني ما أو ماذا. did عماد ماذا عماد decided قرر. decide يعني قرر to learn أن يتعلم. هو عماد قرر إنه يتعلم إيه؟ طبعا أنا أقول له he decided هو قرر to learn أن يتعلم how to swim كيف أن يسبح أو كيف أن يعوم. طبعا موجودة آخر جملة في القطعة. he decided to learn how to swim هو قرر أن يتعلم كيف يعوم أو كيف يعوم. تعالوا يا شباب نحل السؤال الخامس. السؤال الخامس ده بيديك الكلمات اللي بين القوسين دي، الكلمة اللي بين القوسين هو بيقولك انها كلمة غلط، بيقولك انها كلمة ايه؟ غلط. عايزك انت تكتب لي الكلمة الصح، عايزك انت تكتب لي الكلمة الصح. هقول لكم على شوية ملاحظات يا ولاد خلي بالكم منها عشان نحل بسهولة. بصوا، لو لقيتوا اخر الجملة كي جي، حرف كي جي يعني كيلو جرام، او سنتيمترز جايين بعد رقم كويس، احط اول حاجة كلمة هاو. اول حاجة ايه؟ كلمة هاو. بس هنا هاو موجودة يا مستر، يبقى كده خلاص القاعدة دي مش هينفع نطبقها دلوقتي. طب هو عايز تاني كلمة، طالما لقيت كي جي احط تاني كلمة. لو عايز تاني كلمة احط كلمة هيفي. هيفي يعني ما وزن، هاو هيفي يعني ما وزن. يبقى لو لقينا كلمة كي جي وعايز تاني كلمة هي اللي اكتبها، يبقى احط كلمة هيفي. تمام، دي قاعدة. القاعدة التانية او الملاحظة التانية، لو لقينا بعد القوسين كلمة زان، لو لقينا بعد القوسين كلمة زان
احط الكلمة اللي موجودة جوه القوسين زي ما هي من غير اضافات، بس ازود لها اي ار. طب الكلمة اللي بين القوسين هنا كلمة ايه؟ فاتست، يبقى اخد منها كلمة فاست بس، فاست بس، وازود لها اي ار. تمام. طيب الملاحظة الثالثة، لو لقينا بين القوسين كلمة بيوتي، لو لقينا بين القوسين كلمة بيوتي احط كلمة بيوتيفول، بيوتيفول، بيوتيفول. يبقى لو لقينا كلمة بيوتي احط كلمة ايه؟ بيوتيفول. طيب الملاحظة اللي بعد كده، لو لقينا بين القوسين كلمة ار احط كلمة از، لو لقينا كلمة ار احط كلمة از. تعالوا بقى نطبق الملاحظات دي على الجمل اللي قدامي. الجملة نمبر 1 بيقول لي هاو ايه is the fennec fox، بيكون ثعلب الفينيك. قال اتس انه 1 كيلو جرام، يعني 1 كيلو جرام. اهي يا مستر لقينا رقم اللي هو رقم 1 كيلو جرام. طب بس هو مش عايز اول كلمة وعايز تاني كلمة، طالما تاني كلمة يبقى احط كلمة هيفي. طالما لقينا كي جي في اخر الجملة يبقى احط هيفي. يبقى هاو هيفي، هاو هيفي يعني ما وزن ثعلب الفينيك is the fennec fox. هو قال اتس 1 كيلو جرام. طب نيجي للجملة التانية، زبلان، زبلان يعني الطيارة، is بتكون ايه؟ زان من ذا ترين، ترين يعني القطر، ترين يعني القطر. يا مستر احنا لقينا كلمة زان جاية بعد القوسين على طول، يبقى حطوا الكلمة اللي جوه القوسين بس من غير اضافات. الكلمة اللي بين القوسين ايه؟ فاتست، احط بس كلمة فاست منها، يبقى اكتب كلمة فاست وازود لها اي ار تبقى فاستر، فاستر، faster than the train. يبقى the plane الطيارة بتكون أسرع من القطر. طب نيجي للجملة نمبر 3، ندى is very، ندى بتكون ايه؟ girl بنت. يا مستر احنا لقينا كلمة بيوتي جوه القوسين، انت قلت لنا لو لقينا كلمة بيوتي اكتب ايه؟ beautiful، beautiful، يبقى اكتب كلمة beautiful. يبقى ندى بتكون بنت جميلة جدا. طيب الجملة نمبر 4، this car، this car هذا أو هذه العربية نقط very expensive، expensive يعني غالية جدا، very expensive يعني غالية جدا. يا مستر احنا لقينا كلمة R، انت لو قلت لنا لو لقيتوا كلمة R اكتبوا is، يبقى اكتب is. this car is بتكون very expensive غالية جدا. تعالوا يا شباب نحل السؤال السادس، سؤال البانكتويت علامات الترقيم. الجملة اللي قدامنا دي اللي هو مديهاني نكتبها مرة تانية، عايزنا نكتبها مرة تانية بعد ما نغير فيها. أول حرف في الجملة نكتبه كابيتال، الجملة لو سؤال نكتب آخرها علامة استفهام، لو ما كانتش سؤال وكانت جملة عادية نكتب آخرها نقطة. تعالوا نقرا الجملة اللي قدامنا. what يعني ما أو ماذا. do you do ماذا أنت تفعل. what do you do يعني ماذا أنت تفعل، دي سؤال. تعالوا نكتبها. أول حرف في الجملة نكتبه كابيتال اللي هو حرف الدبليو نكتبه كابيتال، ونكتب كل الجملة زي ما هي، ونيجي في الآخر نعمل علامة استفهام. تعالوا بقى يا شباب بيقول لي إيه السؤال السابع، اكتب باراجراف عن ذا كامل. ذا كامل يعني اكتب لي باراجراف عن الجمل. بيقول لي وانت بتكتب باراجراف عن الجمل دخل لي كلمة ديزرت في جملة، ديزرت يعني الصحراء، ودخل لي كلمة بيوتيفول في جملة، يا بيوتيفول يعني جميلة وانت بتتكلم عن الجمال. تمام. بص يا ولاد، واحنا بنكتب باراجراف عن الجمل اول جملة نكتبها عن الجمال تقولوا الجمال بتكون مدهشة. تقولوا ايه؟ الجمال بتكون مدهشة. camels are amazing. تمام. طيب امسكوا بقى الورقة والقلم كده عشان تكتبوا معايا. افتكروا اول ما نيجي نكتب باراجراف اول سطر نسيب فيه حتة فاضية. تاني حاجة كل جملة نكتبها اولها كابيتال واخرها نقطة، الجملة اللي بعديها اولها كابيتال واخرها نقطة، كل جملة كده لحد اخر الباراجراف نحط نقطة. طيب يلا امسكوا القلم معايا وتعالوا نبتدي نكتب.
انا عايز اول جملة اكتبها عن الجمال، اقول ان الجمال بتكون مدهشة. اقولها ازاي؟ اقول camel the camel يعني، او اكتب the camel are amazing. the camel are amazing. الجمال بتكون مدهشة. the camels are amazing. الجمال بتكون مدهشة. طيب عايز اقول مثلا ادخل كلمة desert في جملة، في جملتين عن الصحراء. ممكن اقول الجمال ممتازة للصحراء. اقولها ازاي؟ اقول the camels الجمال are perfect ممتازة for لأجل the desert الجمال ممتازة للصحراء. واكتب جملة تاني برضو عن الصحراء. اقول ايه؟ اقول هم بيساعدونا ان احنا نحمل الاشياء والناس لكي نعبر الصحراء. هم يعني ايه؟ اكتب زي يساعدوا help to يحملوا او يشيلوا يعني carry الاشياء والناس things and people لكي نعبر to cross الصحراء the desert. كده انا جبت له جملتين عن الصحراء. طيب اكتب ايه تاني عن الجمال؟ عايز اقول ان هم عايز ادخل كلمة جميلة في جملة، كلمة فول. اقول هم بيكونوا حيوانات جميلة. they are beautiful animals. هم بيكونوا حيوانات جميلة. كده دخلت له beautiful في جملة. طب عايز اكتب جمل تانية عن الجمل. اقول ايه؟ اقول اللبن بتاعهم لذيذ. اللبن بتاعهم يعني ايه؟ their milk اللبن بتاعهم is بيكون delicious جميل لذيذ. delicious يعني لذيذ، اللبن بتاعهم بيكون لذيذ. طب عايز اقول ان احنا بنقدر نستخدم الوبر بتاعهم عشان نصنع ملابس. we can use their fur احنا بنقدر نستخدم الفرو بتاعتهم to make لكي نصنع ملابس clothes.